لا يخلو منزل من وجود البصل فيه، ولا تحلو كثير من الأكلات إلا به. وقد عرف الفراعنة البصل في مصر وقدسوه وخلدوا اسمه في كتابات على جدران الأهرامات والمعابد وأوراق البردي، وكانوا يضعونه في توابيت الموتى مع الجثث المحنطة لاعتقادهم بأنه يساعد الميت على التنفس عندما تعود إليه الحياة. وذكر أطباء الفراعنة البصل في قوائم الأغذية المقوية التي كانت توزع على العمال الذين اشتغلوا في بناء الأهرامات، كما وصفوه مغذيا ومشهيا. وقد أشاد علماء الطب القديم بفوائد البصل، فقالوا إن أكله نيئا أو مطبوخا ينفع من ضرر المياه الملوثة، ويحمر الوجه ويدفع ضرر السموم، ويقوي المعدة ويشفي من داء الثعلبة. والمشوي منه صالح للسعال وخشونة الصدر، وينفع وجع الظهر والورك. وماؤه إذا اكتحل به مع العسل نفع من ضعف البصر والماء النازل في العين، وإذا قطر في الأذن نفع من ثقل السمع والطنين وسيلان القيح. أما الثوم فقد عرف بفوائده الكثيرة، حيث توصلت دراسة حديثة إلى أنه يقاوم الكثير من الأمراض، ويطلق عليه في عالم الأعشاب الطبية بنسلين الفقراء، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المركبات المضادة للميكروبات، وهو من العلاجات الواعدة لمعالجة سرطان الجهاز الهضمي، كما أنه يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ. وأوضحت الدراسة أن الثوم تستخرج منه مادة إكليل الجبل التي تعرف بروزماري، وهي شديدة الفعالية في مقاومة الأكسدة، كما تضاعف هذه المادة تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يعطي النبات شهرته بأنه وسيلة فعالة لتنشيط الذاكرة. ويحتوي الثوم على مكونات وخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يعزز جهاز المناعة، وهو مصدر جيد للحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.